السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة تانية في وصفة من وصفات شهوة سعاد. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله هي عبارة على تشورو اسباني، ولهاد الوصفة غادي نحتاجو 200 غرام ديال دقيق الفورس، يعني فرينة. غادي نحتاجو 300 مليلتر ديال الماء، 300 مليلتر ديال الماء. غادي نحتاجو بيضة، 25 غرام ديال الزبدة، معلقة ديال السكر. غادي نحتاجو للتنسيم واحد شويه ديال سكر فاني، وغادي نزيدو شويه ديال المزهر اللي كيعطيه واحد النكهه رائعه. وتابعوا معايا الفيديو. بسم الله. غادي نديرو ديك 300 مليلتر ديال الماء، غادي نزيدو عليها ديك 25 غرام ديال الزبده، وغادي نديروهم فوق البوطه. غادي نزيدو هذيك المعلقه ديال السكر، وغادي نزيدو هذيك شويه ديال سكر فاني، ونزيدو واحد المعلقه ديال المزهر اللي كتعطيه واحد النكهه زوينه. وغادي نخليو هادشي حتى يتبخ. غنخليوه حتى يذوب الزبده نيشان ويغلى هذاك الماء. بعد ما تبخ عندنا وذابت هذيك الزبده، دونك غادي نزيدو هذيك 200 غرام ديال الطحين مع واحد شويه ديال الملح، ضربه واحده غادي نزيدوها. وغادي نخلطو فوق النار، غادي نخلطو فوق النار حتى ما يبقاش يتلصق لنا العجين على الكاسرون. هكذا غير بواحد المغرف ديال الخشب غادي تجمعوها هكذا كما راكم تشوفوا. صافي ما بقاتش تلصق، صافي درك غادي نحيدوها للنار. درك هكذا غادي نزيدو هذيك البيضه، وغادي نشوفوا على حسب الطحين. كاين الطحين اللي يحتاج غير بيضه، كاين الطحين اللي يشرب يحتاج اكثر من يحتاج يعني بيضه ونص. المهم على حسب. صافي القوام ديالو كيجي هكذا كما راكم تشوفوا، كيبقى يتلصق. انا درت غير بيضه وحده. ودرك غادي نفوتو نشكلوه. درك غادي نديروه في واحد الجيب حلواني باش يجي لنا سهل الخدمه، ولا تقدروا تخدموا حتى بهذاك يعني غير بالراس بلا ما ديروا الجيب. يعني غير هذا الراس. درك غادي نشكلوه، اما تشكلوه بحال السفنج او انكم تشكلوه طويل. ومن الاحسن انكم تخدموه هو سخون، لان كيبرد ما غاديش يقدر ما غاديش يبغي يخرج لكم مع الجيب، وغادي تعذبوا فيه. انا شكلته بهذا الشكل، يعني شي وحدين بحال السفنج والاخرين طوال. من الاحسن تخدموه بواحد البوق، يعني اللي يكون عنده الراس بحال هكذا، ولا بوق داك اللي كنديروا به الحلوه هذيك ديال الوريضه، احسن باش ما يعذبكمش، احسن من الجيب الحلواني لانه كيعذب. ودرك غادي نفوتو باش نقليوه. تكون عندنا الزيت سخونه غادي نديروه، وغادي نقصوا البوطه على الزيت يعني باش ما يتحرقناش وباش يطيب من الداخل مزيان. بعد ما ياخذ هذا اللون كما راكم تشوفوا هكا مذهب، صافي غادي نحيدوه. وغادي نديروه على ورق ديال المطبخ ضروري باش يشرب هذيك الزيت. بعد ما نطيبوه نكونوا موجدين واحد شويه ديال السنيده ديال السكر، واحد شويه ديال السكر فاني، نخلطوه معاه هكذا. وغادي نرشوا به هذاك التشورو ديالنا. واللي بغى يرش بالقرفه من الفوق يقدر يرش بالقرفه اللي تعجبو القرفه. الشورو ديالنا هو هذا بعد ما طاب. تقدروا تقدموه مع شويه ديال الشيكولا، تزيدوا معها الحليب وتسخنوها وهكذا تجي يعني باش يفوتوا به الوليدات كيعجبهم بزاف. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى لقاء اخر بحول الله.